اتفرجت على مسلسل ورد وشوكولاتة، فانت لو داخل تشوف الفيديو عشان تعرف تقييمنا ورأينا في المسلسل فأهلا بيك. لسه ما اتفرجتش على المسلسل وبتشوف كل الآراء قبل ما تشغل المسلسل وتتفرج عليه، فالفيديو ده برضه ليك. مبدئيا واللي كل الناس اللي عملت تقييمات للمسلسل قالت لك ان المسلسل مشابه للأحداث الحقيقية بنسبة 90%، انا بقول لك الكلام ده غلط. لا، المسلسل مشابه هنا بنسبة 70% بس، وهقول لك ليه في الفيديو بتاعنا. اما عن تقييم المسلسل فانا هقول لك برضه هياخد كام من 10، وهل هنتفرج عليه مرة تانية ولا خلاص شكرا كده، وايه اللي حصل عشان ياخد كام من 10، وايه اللي حصل بالنسبة للأحداث الحقيقية، وايه اللي حصل بالنسبة لكل تفصيلة. فاضغط اللايك بتاعك المتين وما تنساش تعمل السبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. قلت لك ان المسلسل من اخراج محمد جمال العدل وتأليف محمد رجاء. تعال بقى اقول لك التشابه بين الشخصيات الحقيقيه والشخصيات اللي مجسدينها في المسلسل، وعلى راسهم وتألقهم الاستاذه صفاء الطوخي. ايه الابداع ده! اندماجك في شخصيه ام الضحيه، عايز اقول لك تفوقتي على نفسك وتفوقتي على الشخصيه الحقيقيه بالاداء والكواليتي والعصبيه والحمقى والزعله بتاعت الام المصريه على بنتها اللي مش عاجبها حالها. كل الاكشن وكل الدراما واسلوبك وانت بتتكلمي، ستايلك بالعبايه والطرحه ولفتها، لبسك في الفستان بيوم الفرح بتاع بنتك، وانت منظر ايدك بالذهب وانت لابساه، خوفك على العيال الصغيره، لمه العيال حواليكي، ادائك وانفعالك، كل الكلام ده انت تفوقت على نفسك يا استاذه صفاء. انا بعد المسلسل ده مستبشر لك ان انت هتروحي في المسلسلات والافلام والاعمال الدراميه في حته مختلفه عن اللي احنا كنا متعودين عليكي فيها من يوم ما دخلت عالم التمثيل. مش معنى كده ان الحاجات القديمه وحشه، ولكن لا، انت ظهرتي حته كده لايقه عليكي، ظهرتي حته كده ما كانتش في ممثله تعرف تبدعها، ما كانش في ممثله تعرف تجسد الشخصيه اللي من النوع ده. فكل التقدير والاحترام ليكي. اما عن الشخصيه التانيه فهو مراد مكرم، اللي احنا يوم ما عرفناه في مطبخ، يوم ما عرفناه بيتكلم عن الاكل، يوم ما عرفناه عن انه راجل اعمال او راجل صاحب كافيه او راجل صاحب مطعم او ايه بقى الشخصيه دي. مثال الفل، فاكر اياد نصار لما اتفرجنا عليه في فيلم الممر؟ شفت الناس كرهته ازاي اياد نصار واستحلفت له وكانت بتشتمه في البوستات لما جسد الشخصيه بتاعت الضابط. قصه كده حصلت، الناس كلها بعد المسلسل هنا شافتك بصوره مختلفه، الناس كلها كانت بتكرهك بتحبك، وده دليل على نجاح الشخصيه اللي انت اديتها يا معلم. عايز اقول لك شابوه 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 شابوه، انت وصفاء الطوخي اكتر اتنين اظهرتوا وابدعتوا ووضحتوا امكانيات الناس ما كانتش عارفه ان انتوا عندكم الامكانيات اللي من النوع ده. ايه الاداء ده يا راجل، ايه العظمه دي يا راجل. الشخصيه الثالثه معانا اللي برضو ابدعت وهي مريم الخشت. ايه الجمال ده، ايه الرقه دي. انا يعني بسم الله ما شاء الله عليكي، مش بعاكس والله، ولكن انت قمر في دورك، قمر في شخصيتك، قمر في الشخصيه اللي انت مجسداها، قمر في علاقتك بعيالك، قمر في علاقتك بجوزك، كل حاجه انت عاملاها. عايز اقول لك يعني 11 15 20 من 10. يلا انت تاخدي 20 من 10 كدورك البسيط بس ملموس، دور بسيط ومش كتير في الاحداث بتاعته، ولكن مؤثر في الشخصيه ومؤثر في العمل الدرامي ومؤثر في قصه المسلسل. والمفاجاه الاخيره معانا هي ايه سليم، الشياكه والحلاوه والصياعه والاداء اللي انت عاملاه ده. ايه الشخصيه اللي ظهرت دي؟ احنا مش واخدين منك على الشخصيه برضو تظهر شخصيه قويه، شخصيه مسيطره، شخصيه عالميه في اداء كل مشهد من كل المشاهد اللي انت طلعتيها في المسلسل. انت ما طلعتيش كتير، ولكن كل مشهد كان بيثبت ان انت تقدري تغيري من نمط شخصيتك اللي الناس كلها متعوده عليها وبيتفرجوا عليكي في كل الاعمال بتاعتك السابقه. ولكن النهارده انت ابدعتي في الشخصيه المسيطره، الشخصيه اللي دماغها شغاله، الشخصيه اللي بتعرف تتكلم بالاسلوب الكويس مع مريم الخشت، بالاسلوب العصبي مع محمد فراج، بتقدري تبلجي الموقف عندك رامي. انت بصي ابدعتي حرفيا في دورك النهارده، انا مبسوط منك جدا. محمد فراج والزنا لا غبار عليكم، كده كده انتوا تاخدوا 20 من 10، تاخدوا 100% على ادائكم وشخصيتكم، تاخدوا على الدور اللي انتوا عاملينه، تاخدوا على فكره المسلسل. لكن هل اول 5 حلقات من المسلسل مشابهه للحقيقه؟ لا، مفيش واحدة في الدنيا هتستحمل راجل يعملها بالطريقة دي، مفيش واحدة في الدنيا هتستحمل ان راجل يتجوزها ويعملها بالطريقة دي، مفيش واحدة في الدنيا هتكون مخلفة واهلها موجودة وبترجع لطليقها وتسيب برضو الفرح بتاعها اللي هي الشرطة على جوزها او طليقها القديم انه يرجع لها تاني. فكل الاحداث اللي كانت قبل المسلسل غير واقعية، انا بالنسبة لي معرفش عنها اي حاجة، ومن وجهة نظري مفيش اي واحدة او اي واحد هيقبل ان هو يعيش او يتعايش مع شخص بالطريقة دي. مش طبيعي
وبرضو ان في واحدة على خلاف مع جوزها عشان بعيد عنها او بيزورها كل فين وفين، ان هو لما يجي لها تقوم مصوره فيديو عشان تهدده بيه. هل ده يعقل؟ هل يعني المتعارف عليه ان في ممكن واحد يتجوز واحده اسموش واحد بالنسبه لي، ده اسمه واحد ندل، يتجوز واحده بيصورها بيهددها بيبتزها الحاجات دي احنا سمعنا عنها، الحاجات دي احنا شفنا حاجات زي كده، ولكن برضو مش صريحه بنسبه 100%. وبالمره انتوا عاكسين الايه بنسبه، الست هي اللي بتهدد الراجل، الست هي اللي مصوره نفسها مع الراجل، اللي هو مساء الفل يعني، هو في كده؟ وعارفه كان اللي تكتب لي في الكومنتات دلوقتي عشان صلاح شخصيه مهمه وحماه طب ما هي مذيعه ومشهوره وعندها قناه وعندها برنامج وعندها معدين وعندها مخرجين في قصه في حياتها برضو، فهو ازاي اقتنع بفكره ان هي بتهدده بالرغم من ان هي كمان مضروره من نفس الفكره اللي هي استحاله احنا نستوعبها. اما الجزء الثاني من المسلسل فما فيهوش اي ابتكار ولا اي ابداع، هما كده كده خدوا التحريات بتاعه الاسم والقضيه مسكوها عملوها، جسدوا الشخصيات، جابوا الاحداث، عرفوا حوار الكاميرات، مواعيد، عرفوا الاماكن، عرفوا كل حاجة هي المثبتة في الشرطة، هي المثبتة في القضية الأساسية. عشان كده بقول لك إن أحداث المسلسل وتشابهها مع القضية الحقيقية 70% مش 90% زي ما كتير قالوا الكلمة دي، وما شفتش أصلا واحد بس في المية قال لك إن هو مش مشابه بنسبة، كل الناس قالت ان هو مشابه بنسبه 100%. يعني كفكره ابداعيه للمخرج مثلا ما جبتش ليه في اخر حلقه المحاكمه جبنا اغنيه حزينه او اغنيه مأساويه في اخر المسلسل عشان الناس المسلسل يعلق معاها، انما انت كده سبت لي المسلسل بقفله اللي هو المفروض ليه جزء تاني، لا هو ملوش جزء تاني، احنا كده عرفنا القضيه خلصت على ايه، وعرفنا الاحداث النهايه بتاعته خلصت على ايه، واتقبض عليه فين، وكان لابس ايه، كل الحاجات دي احنا عندنا المعلومات بتاعتها، وعندنا اسباب القبض عن كل الحاجات دي احنا عارفينها وعرفناها، والموضوع قديم جدا. اما عن تقييم المسلسل فزي ما قلت لك في الحلقه الاولى 7/10 لن يتغير. ليه؟ لانه مش مشابه بنسبه 100%، لان القفلات مش طبيعيه، لان في حاجات مش واقعيه، كل الحاجات دي انا بكلمك فيها. هل تصوير فيه مشكله؟ لا. هل اخراج فيه مشكله؟ لا. هل الوان فيه مشكله؟ هل ستايلست؟ هل سيناريست؟ كل ده ما فيهوش اي مشكله. كده انا قلت لك التشابه والاحداث والممثلين وادائهم، ومين ابدعني ومين ابهرني ومين جنني ومين حيرني. قلت لك المسلسل كام في المية، وايه التعديلات اللي لو كانت حصلت كانت خلت او رفعت من مستوى المسلسل وحمست الناس ان هي تتفرج عليه مرة تانية. انا عن نفسي مش هتفرج على المسلسل تاني. عجبني عجبني، ولكن مش ده المسلسل اللي انا اروح اتفرج عليه تاني. كارثة طبيعية اروح اتفرج عليه تاني، البيت بيتي اروح اتفرج عليه تاني، موضوع عائلي اروح اتفرج عليه تاني، في مواضيع او مسلسلات بتحصل هنروح نتفرج عليها تاني، بيعجبنا الاحداث والدراما والاكشن والاحداث بتاعت والشخصيات والاغاني والحاجات دي بتبقى معجبين بيها جدا. ولكن هنا اتفرجت مرة حبيت اتفرج على الاداء الابداعي في تحليل وتوضيح القضيه، ولكن زي الفل وكل حاجه، ولكن انا مش هرجع اتفرج على المسلسل التاني. انا اسلام الدولي، واستنوني في حلقه جديده من مراجعه مسلسلات وافلام وحاجات على مزاجكم كده قريب قوي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.